صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون لسيدة أجنبية هنقضي معاها روتين يومها كامل من أول ما بتصحى من النوم، مرورا بقى بتحضير الفطار للأولاد وترتيباتها وديكوراتها وازاي بتنظم يومها كله، ونحاول ان احنا نستفيد أقصى استفادة من فيديو النهاردة. فلو انتي لسه جديدة معانا في القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتي بقى من العالم آية محمود ومشتركة معايا، فما تنسيش التعليق الجميل منك واللايك لو عجبك الفيديو. ويلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. بدأت أول حاجة بالغسيل، وعملت خلطة سحرية جميلة جدا عبارة عن بيكربونات الصوديوم مع المسحوق، وحطت عليهم المبيض اللي بتستخدمه وكمان ماء أكسجين، ودي كانت جديدة عليا فعلا ان ماء الاكسجين بيستخدم في ازاله البقع. بدات تحطه وتعمله كخلطه كده وتحطه في الفريزر وتستخدمه مع كل غسله. بعد كده دخلت بقى على غرفة النوم وبدأت تظبط فيها الدنيا، بدأت تنظفها، جابت الدوني وحطيته مع مية وبدأت تلمع في السجاد، وفعلا بيفرق جدا لأن ريحة الدوني عكس المعطر، كمان مهما كان ثبات المعطر بتاعك الدوني بيثبت أكتر. بعد كده جابت المعطر وبدأت ترشه عادي في المكان، وبدأت تفرش السرير بالألوان المبهجة اللي انتوا شايفينها دي، وبدأت تكوي لأن فرد الحاجة بيفرق جدا في الشكل. كمان اعتمدت على توحيد الألوان بحيث ما يبقاش فيه بهرجة في المكان، فاعتمدت على اللون الأصفر مع الأبيض، عطاها شكل جمالي جدا. وطبعا مخصصة نوع برفان معين للغرفة بحيث يديها راحة نفسية أول ما تدخل فيها. وطبعا الالوان الفاتحه مع الالوان اللي استخدمتها في الديكورات فرقت جدا في شكل المكان، وظهرت الاوضه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده انتقلت على الحمام وبدات تلمع المرايات وتشوف ايه اللي عايز يتزود تزوده، او حاجه عايزه تترص ترصها، وبدات تغسل كابينه الشاور كويس والحنفيات والبانيو بحيث ان هو يبقى شكله جميل جدا وكل حاجه بتلمع زي الاول. وجايبه العلاقه الجميله دي بدات تعلقها بحيث ان هي هتستخدمها بعد كده وتبقى مفيده ليها. وبعد كده جابت المشتريات وبدأت توزع كل حاجة في أماكنها، وفعلا المنظمات بتفرق جدا جدا وبتدي مساحة رائعة. كنا محرومين من النعمة دي يا جماعة، فبجد لو انتي عروسة الحاجة دي هتفرق معاكي جدا. والحاجات دي طبعا موجودة في السوق بأسعار جميلة جدا ومتداولة، ولو مش لاقيها في السوق موجودة اونلاين سواء على امازون او على نون او في اي مكان هتلاقيها. بتفرق جدا جدا معاكي في المساحات وبتاخد كميات كبيرة جدا. وطبعا الشموع بقت منتشرة جدا في الديكور، بيدي شكل جمالي جدا غير الريحة الفواحة اللي بتظهر منه. وطبعا الوايبس مفيش احسن منه في التلميع والتنظيف، فبدأت تلمع مكان الكهرباء بالوايبس. بعد كده دخلت على اوضه الاطفال، اخدت السجاده بتاعتها حطيتها اول حاجه، غسلتها غسله سريعه، وبعد كده بمساعده اولادها اللهم بارك ربنا يحفظهم يا رب، بدأوا ان هم يساعدوها في غرفه الاطفال. بدأت تحط الديكورات وتلمع السرير لان السرير عندهم كابوتونيه، فبدأت تشيل اي بقع موجوده مكان الحركه. طبعا ربنا يبارك في اولادنا ويحفظهم لنا جميعا. وبعد كده جابت بيكربونات الصوديوم المعتمد الاساسي في النظافه وحطت عليه ماده عطريه وبدات ترشه على الملايات لان هو بيزيل البقع وهيسيب لها ريحه كويسه مكان الزيت العطري اللي هي حطاه. وبعد كده فرشت السراير وبقت بالشكل الجميل ده. وطبعا تناسق الالوان مع الفرش مع الديكورات البسيطه بيديكي منظر جميل جدا وبيديكي راحه نفسيه في المكان. وزي ما احنا شايفين قطعت رول المناديل بمسافات متساويه وبدأت تحطها وهي بتركب الستارة، بيدي للستارة منظر منظم ومرتب جميل جدا. وطبعا جينا لأهم خطوة هي خطوة الديكور، بتفرق جدا في شكل المكان وبنستفاد من الخطوة دي جدا، بتحول أي مكان فعلا مهما كان صغير أو كبير لحاجة تانية خالص. هنلاقيها هنا اعتمدت على لونين اللي هو الأصفر واللبني وعملت بيهم ديكور مختلف، ديكور جميل جدا. وهنلاقيها في فيديو النهارده عطيتك فكرتين، سواء في الترابيزه الاولانيه او انها جابت ترابيزه تانية زي اللي احنا شايفينها دي وبدات ترص عليها الحاجه بشكل جمالي. وهنلاقي اختلاف جدا في الشكل لما استخدمتهم بطرق مختلفه. وطبعا استخدمت المنظمات، مهما اتكلمنا ومهما قلنا فعلا المنظمات بتنقل اي مكان لحته تانية خالص. فبجد لو انت عروسه اوعي اوعي تنسي المنظمات، بجد هتفيدك جدا وهتغير من شكل بيتك بطريقه فوق الوصف. هي ما بتبقاش ظاهره بس فعلا مفيده وفعلا اختراع جميل جدا.
بعد كده خلصت كل ده ودخلت على المطبخ، هتبدأ أول حاجة بالتلاجة، فضت كل حاجة فيها وبدأت تطهر وتلمع التلاجة لغاية ما بقت بالشكل الجميل ده، وبدأت ترص كل حاجة زي ما كانت. بدأت بقى الغسيل اللي اتغسل بدأت ترجعه، وهي ما شاء الله تحسوها فرفوشة كده في نفسها، هي ولا معانا أصلا بتسمع الأغاني وشغالة مع نفسها. بدأت تخلص المواعين اللي في الحوض، وبدأت تظبط الدنيا عشان تنتقل لخطوة البوتاجاز، مسحته مسحة على خفيف مع بال ما توصل وتنضفه التنظيف العميق. هتاخد الحوامل وتحطها في الحوض، وبعد كده هترش عليها المنظف، تسيبها شوية وتروح على البوتاجاز نفسه تبدأ تنظف وتلمع فيه، وطبعا هتخليه بيلمع. ونصيحتي ليكي النهارده، بما ان احنا جينا للحته دي وهي ما شاء الله هي بتشتغل بقى شغاله بتسمع واخده وقت ليها، خلي الوقت ده يكون راحه ليكي انتي. ما تخليش النظافه ان هي مكتفاكي او ان انتي مكبوته في المكان. خلي حاجه جنبك بتسمعيها، سواء كان بودكاست، سواء كان اذكار بتقوليها، سواء كان اي حاجه هتقدري تستفادي منها، شغليها في الوقت ده وانتي واقفه وانتي بتعملي. طالما حركتك في المكان مش كتير، خلي حاجة ثابتة قدامك تكون مرئية ومسموعة. لكن طبعا لو حركتك كتير، حاولي تحطي مثلا هاند فري في ودنك او اي حاجة، وتسمعي حاجة مفيدة ليكي تنمي بيها نفسك وتخلي وقت ليكي انتي، بحيث ان انتي ما تمليش وترتقي بنفسك فكريا كمان. هيفرق معاكي جدا يا جماعة، وكل مرة هتزيدي من ثقافتك وهتزيدي من افكارك، وهيبقى عندك تنوع في كل حاجة. بعد كده انتقلت للسفرة بتاعتها، بدأت تظبطها، وبعد كده جابت الورود الجميلة دي وبدأت تحطها وترص الأطباق بالشكل الجميل ده. بجد الفقرة دي بحبها جدا، اللي هي فقرة السفرة، أو إن هو تزيين السفرة وتوزيع الأطباق، لأنه بيفرق جدا في شكل البيت قدام الضيوف بالذات. مهما كان نظافة بيتك، ومهما كان محافظتك على البيت وديكورات وكل حاجة، ولكن بنحب دايما نظهر قدام الضيوف بشكل لائق وبشكل جميل. وده طبعا الغرض من فيديوهاتنا، ان احنا نرتقي ببيوتنا وننقلها في حتة تانية خالص. بعد كده دخلت بقى على التويلت التاني، بدأت تنظم الحاجات اللي عايزة تنظم، وترص الحاجات اللي عايزة تترص، وترص المشتريات الجديدة. وطبعا باستخدام المنظمات زي ما احنا شايفين، اشكال متنوعة واشكال كتير. زي ما قلتلك، لو انت عروسة جديدة اوعي تنسي المنظمات، ولو ما لقيتيهاش في الاسواق هتلاقيها في اونلاين، سواء على نون او على امازون او على سوق، هتلاقيها متوفرة بكثرة وبأسعار جميلة. وبعد كده بدأت بقى تحط سواء كان المعجون او ديكورات جايباها جديدة. زي ما احنا شايفين الديكور ده جميل جدا، بيعتمد على فكرة الإضاءة. لما تنزل على الشمعة، سواء الشمعة مطفية، بتطلع المعطر بتاعها وتخلي ريحة المكان جميلة جدا. بعد كده دخلت على الدريسنج روم، وبدأت تستخدم منظمات خاصة، منظمات ديكورية، بحيث ان هي هترص عليها وفي نفس الوقت عاطية شكل جمالي. وبدأت ترص كل حاجة عايزة تترص، ولو جايبة حاجة جديدة بدأت ترصها، فهنلاقيها ما شاء الله جايبة برفانات جديدة بدأت ترصها في أماكنها، وترجع كل حاجة في المكان المخصص ليها. اللي عايز يترص بدأت ترصه، واللي عايز يتعلق بدأت تعلقه، والشوزات بدأت تظبطها وتمسح كل حاجة وتلمع كل حاجة وتخليها بالشكل الجميل ده. وبعد كده بدأت تلمع المرايات وتلمع الموبيليا، وبدأت تنظف الأرض وتحط ديكور في النص جميل عشان يظهر بالشكل الجميل اللي قدامكم ده. فعلا مفيش أجمل من النظافة، بتفرق جدا جدا في شكل المكان، وفعلا بتسهل عليكي كتير. لما تبقي حاطة الحاجة عارفة هي محطوطة فين، بتفرق معاكي جدا. وحتى أكر البيبان ما سلمتش منها، بدأت تطهرها كلها وتنظفها. وفي آخر الفيديو بدأت تدينا هاكس للنظافة والريحة الممتازة اللي بتطلع من بيتها. هنلاقيها بدأت تحط الزيت العطري، سواء كان في الباسكت أو سواء بتحطه في المناديل. وهنا بتحط الدوني، بتحطه في كيس وتحطه ورا الشامبو، بيدي ريحة جميلة جدا في المكان. بتستخدم برضو القهوة وتحط عليها شمعة، بيفرق معاها جدا في نظافة المكان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة قد كده. ولو انت مش مشتركة معايا في القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش اللايك الجميل وتعليق حلو زيك يشجعني في الكومنتات. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.